عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في منوعات هالة الجندي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل كريم الترمس رائع جدا جدا في تفتيح ونضارة البشرة، كمان بيشد البشرة بطريقة حلوة جدا، بيدي للبشرة شباب دايم، مفيش تجاعيد. كمان أحلى حاجة فيه إنه بيزيل كل تسبغات البشرة. إن شاء الله هنعملها. طبعا هتسلقي اللي هو الترمس، وبعد كده هتحطيه في ميه لمده يوم. هتقشريه، يبقى سهل عليك انه يتقشر زي ما انتم شايفين كده اهو. هقشره طبعا وارجع لكم. دلوقتي اهو بعد ما خلاص شلنا منه القشر هحطه في الخلاط واضربه وارجع لكم. دلوقتي اهو بعد ما ضربته هصفيه اهو. اهي كده انا صفيته اهو. الحاجات دي ما بتترميش، ممكن تعملي بيها سكراب اهو زي ما انتم شايفين. هحط عليه كمان مكون جميل جدا وهي ميه الورد اهي، ميه الورد اهي عشان اعزز الكريم بتاعنا. هجيب اي اناء هحطه فيه عشان هحطه على النار، واحط معلقه كبيره نشا اهي. هقلبه كويس جدا لغايه ما تختفي النشا، وطبعا هحطه على النار وارجع لكم اهو. دلوقتي اهو بعد ما خلصنا اهوت من على النار اهو، ده الكريم بتاعنا اهو، كريم الترمس رائع 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 بكل المقاييس. هنحطه ازاي؟ اولا هنجيب بشرتنا لازم نكون غسلينها كويس جدا من اي شوائب، من اي ميك اب، من اي زيوت، ونروح حاطينه زي ما انتم شايفينه كده. بصوا اهي، هنعمل مساج لبشرتنا عشان يمتص، وكمان نفعل الكولاجين اللي موجود في البشره بتاعتنا، فيدينا نضاره، يدينا تفتيح، يزيل كمان التجاعيد والخطوط التعبيريه بطريقه اكتر من رائعه زي ما انتم شايفين كده اهو. هنسيبه على بشرتنا ربع ساعه، وبعد كده نشطب بشرتنا، وطبعا نحط كريم للبشره علشان نرطبه، وهيخلي بشرتنا جميله جدا. هنستعمله قد مرتين في الاسبوع، هتلاقوا بشره جميله جدا. دلوقتي احنا كمان هنحتفظ بيه في التلاجة. هنحطه اهو في برطمان صغير عندك اهو، وبعد كده هتستعمليه زي ما انا قلتلك مرتين في الاسبوع. هتلاحظي فرق شاسع في بشرتك، تفتيح، نضاره، مفيش تجاعيد، كمان هتلاقي بشرتك صافيه صافيه بطريقه رائعه، مفيش اي تسبغات، مفيش اي حاجه في بشرتك اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا اهو. اتمنى يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتيره حلوه زيكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وانتم في منتهى الصحه والسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.